وانا بتفرج على حلقه من حلقات عالم جامبل بعنوان الفراغ، والفراغ يبقى المكان اللي بتروح فيه الحاجات اللي العالم شايفها غلط او كانت فكره سيئه، وفي الفراغ بتظهر منتجات قديمه ما بقتش موجوده دلوقتي. ومن بين الحاجات اللي بتظهر في الفراغ الضفدع ده. هذا غريب، لم أحرك المفتاح حتى. تخلص منه. أوه، ليس ضروريا. والضفدع ده مش حاجه عشوائيه زي بقيه الحاجات اللي ظهرت في الحلقه، في الواقع هو شخصيه حقيقيه ظهرت على الانترنت في بدايه الالفينات باسم كريزي فروج او الضفدع المجنون. ولو رحت اليوتيوب وكتبت كريزي فروج هتظهر لك فيديوهات ليه عليها مليارات المشاهدات. كتير من الناس اعتبروا كريزي فروج شخصيه مزعجه جدا بسبب الموسيقى الحاده اللي كانت موجوده في فيديوهاته، وبسبب التكرار، وبسبب ظهوره تقريبا في كل الاعلانات وقتها، وده اللي خلاه يرتبط في ذاكره الناس بالاعلانات القديمه المزعجه. بصراحه انا متفهم ليه عالم جامبل معتبر كريزي فروج واحد من اخطاء العالم. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وقولوا لي في التعليقات لو كنتوا تعرفوا كريزي فروج.